تعالوا بقى النهاردة نعمل وصفتين مهمين لدخلة رمضان. خلاص رمضان قرب، كل سنة وانتوا طيبين. عايزين كده نملى البيت خير بالوصفتين دول، بجد بفرح لما بعملهم. مكون واحد بسيط موجود في كل بيت، يعني مستحيل المكون ده ما يكونش عندك. هنجمعه ونعمل بيه أحلى وصفتين. يلا نبدأ في الوصفة من غير ما أطول عليكم. عندي هنا قشطة وش اللبن، طبعا كلنا بنجيب لبن. اللبن بقى يا ست الكل لما تجيبيه عايزاكي تغليه من بالليل وتسيبيه يبرد تماما، وبعدين هتغطيه وتحطهولي في التلاجة. هتصبحي تاني يوم الصبح تشيلي الوش اللبن بتاعه وتحطيه في علبة كده محكمة الغلق وتسيبيها في الفريزر، وهكذا لحد ما يتكون معاكي كمية محترمة زي اللي انتوا شايفينها دي. تعالي بقى اقولك هنعمل بيها ايه. اول حاجة انا طلعتها كده من الفريزر وسبتها على الرخامة تبرد، بس مش هبردها تماما، هسيبها كده فيها نسبة برودة. اول ما هتوصل معايا لنسبة البرودة دي هفضيها في حاجة كبيرة وهبدأ اضرب فيها، سواء بالمضرب الكهربائي او بايدك. انا هنا هشتغل شوية بالمضرب وشوية بايدي، لان بصراحة مش بقدر اعملها كلها بايدي، لكن هي سهلة جدا ومبتاخدش وقت معاكي كبير. انا سبت اهو المضرب وبدأت اشتغل بايدي وشوية وهرجع تاني للمضرب، يعني تقريبا بتاخد معاكي في حدود ربع ساعة ضرب، سواء بايدك او بالمضرب. هنفضل بقى نعجن فيها كده بايدينا ونضرب فيها لحد ما تفصل معايا وتنزل المية بتاعتها. مش عايزة اقول لكم انا ببقى مبسوطة ازاي وانا بعمل حاجة زي دي في البيت. السمنة دلوقتي البلدي والزبدة البلدي ما عادوش مضمونين زي الاول، يعني صعب ان انت تجيبيها من حد مضمون، بالاخص وان هي كمان سهلة جدا تتعمل في البيت، يعني حاجة مش هتتعبك خالص، بالعكس هي سهلة وبسيطة، وكمان مش هتشتري لها حاجة من بره. كله من القشطة اللي هتطلع من وش اللبن. هنا بقى انا خلاص كده كانت قربت تفصل معايا، بس انا في الوقت ده كنت وقفت تصوير عشان الفيديو ما يطولش مني قوي، فبعد ما بدأت اكور لاحظت ان انا ما شغلتش الفيديو، فالحمد لله ان انا لاحظت قبل ما اخلص تكوير. كده كنت عملت 3 كرات كده زبدة، وهبدأ اكور الباقي معاكم ونشوف هنطلع قد ايه. دي اللي انا كنت بعمل فيها بقى واكتشفت ان انا مش بصور دايما بيحصل معايا الحركة دي. هنصفيها بقى كويس كده بين ايدينا كويس من اي ده اللي طالع ده اسمه الخض مطرح ما احنا كنا قاعدين نضرب اللي بيطلع ده الخض، او في ناس بتقول عليه شرش بس هو مش شرش، هو ده خض اللبن، خض القشطة. فهنكمل كده تكوير اخر كورة معايا دي تقريبا او كورتين. طلعت كمية محترمة، عملت منها زبدة، سبت شوية زبدة وسيحت منهم شوية سمنة. انتوا ممكن تعملوا ضعف الكمية دي عادي، ما تلتزموش بأي مقدار قشطة، براحتكم خالص. القشطة بتقعد في الفريزر يعني ما بيحصلهاش أي حاجة، بحفظها حتى من غير ملح. في ناس بتحط كده رشة ملح بين كل طبقتين 3 كده قشطة، بس أنا لأ، ما حطيتش ملح خالص. هي بس علبة كده محكمة، وبتحطي أول ما بتطلعي اللبن بتشيلي الوش وتحطيها على طول في الفريزر، ما تسيبيهاش برا خالص. أنا كده خلصت، هاخد بقى، ما تسيبيش أي فتفوتة هتلمي كده كل اللي فاضل معاكي، عشان أنا هقولكوا الخض ده بقى هنعمل بيه ايه. هنعمل بيه وصفة تانية خطيرة خطيرة وطعمها تحفة وتنفع للمدارس. احنا خلاص بقينا في يومين مدارس، هنعمل بقى بالخض ده وصفة تانية للمدرسة، والوصفة دي كمان تحفة للسحور. يعني انتي لو هتبدأي تجمعي القشطة في اليومين دول الباقيين من شعبان وتعمليها كده على أول رمضان، الخض ده هيعملك القرص الفلاحي اللي هتتسحري بيها كمان. شايفين بقى الكمية اللي طلعت؟ تقريبا 6 كرات. انا هاخد 3 كده في علبة، دي كده زبدة بلدي، هسيبها كده زي ما هي، مش هعمل لها اي اضافات. في طريقة تانية طبعا للزبدة، بس انا بحب الطريقة دي كده زي ما هي. هسويهم كده في العلبة واقفلها واحطها في التلاجة. دي بستخدمها على طول، ما ينفعش اسيبها تقعد مدة طويلة عشان ما يحصلهاش اي حاجة. سويتها كده كويس وهقفلها وهسيبها في التلاجة. شايفين بقى، شايفين نعومة بقى الزبدة اللي طلعت معانا؟
بجد حاجة جميلة كده وحاجة مضمونة وحاجة تفرح بجد. انا شخصيا بفرح لما خاصة في الوصفة دي، مش عارفة ليه. تقريبا عشان هي وصفة سمنة وكده، ودايما احنا عندنا معتقد ان السمنة لازم تتشرى من بره، فلما بتتعمل في البيت انا شخصيا بفرح لما بعمل حاجة زي كده في البيت. هاخد بقى الباقي وهروح على النار، هبدأ بقى اسيحهم. هنسيبهم كده على النار، على نار متوسطة لحد ما يسيحوا معانا. هنقلب فيها كده، هتفور معانا، هنهد عليها النار لحد ما كل الابيض المتكون على الوش ده يروح، ما عادش يكون فيه ابيض ظاهر خالص كده على الوش. هتفور منك، هتهد عليها النار، مفيش اي مشكلة. هنا خلاص بقت جاهزة معايا ما شاء الله. السمنة شايفين بقت صافية ازاي. انا هنا سايباها كمان 3-4 دقايق كده عشان عايزة احمر المرتة اللي بتتكون تحت دي بتبقى خطيرة في الاكل. سايباها كده تتحمر شوية. لكن السمنة خلاص، هي السمنة كده جاهزة معايا، شايفين خلاص بقت صافية وما عادش البياض اللي كان متكون ده كله راح، والمرتة خلاص اتحمرت. هطفي عليها بقى وبرطمان كده كويس تكوني معقماه، وهنسيبها تبرد وبعدين نصفيها في البرطمان. هصفيها بقى كده في البرطمان يبان صغير بس هو لأ، هو اخد كمية محترمة. والشوية الباقيين صفيتهم كده في علبة. شايفين انا ايدي باينة من كتر ما هي صافية بجد، السمنة من كتر ما هي صافية ايدي باينة من وراها. عشان دي الكمية اللي طلعت من ال3 كرات. طبعا لو كنا سيحنا ال6 كرات اللي طلعوا كان طلع لنا كمية ضعف الكمية دي بقى المرتة. هنا ممكن تحط لها كده شوية ملح، حاجة بسيطة كده، رشة ملح بين صوابعك عشان تبقى طعمها حلو ما يبقاش عادم، لان طبعا احنا محطيناش في القشطة اي ملح ولا اي اضافات. خلاص كده خلصنا اول وصفة. تعالوا بقى للوصفة التانية. طبعا الخض اللي طلع ده مستحيل نرميه، ده بيعمل احلى قرص فلاحي هتاكلوها في حياتكم. هنعاير كده هيطلعوا كام معانا قد ايه، كام كوباية. طلع معايا تقريبا 3 كوبايات. هياخدوا معانا معلقة كبيرة وربع خميرة الفورية، ومعلقتين كبار سكر. وهنقلب بقى المكونات دي كده مع بعض. وبعدين هجيب الدقيق بتاعي وهشوف كده السائل ده هياخد معايا قد ايه. حطيت مبدئيا كده نص الكيس وهقلب وهشوف لسه محتاج ولا لا. وهننزل على الدقيق بمعلقة وربع صغيرة كده بيكنج باودر ومعلقة ممسوحة من الملح. هنقلب المكونات كويس وهنبدأ نعجن. خلاص انا بقى كده هشيل المضرب وهبدأ اعجن بايدي، وهشوف لو محتاجة لسه دقيق هزود لها. احنا كده اخدين نص الكيس، تقريبا نص كيلو دقيق. نعجن بقى كده كويس. هنشوف 3 كوبايات الخض هياخدوا معانا قد ايه. لقيتها لسه محتاجة شوية، تقريبا حطيت عليها 4 معالق او 3 معالق كبار. يعني انتي على حسب ما تحسي هي لسه محتاجة ولا لا، لان طبعا انواع الدقيق بتختلف. هنعجن بقى كده كويس لحد ما تلم معانا ونتأكد ان هي معادش محتاجة دقيق. شايفين بقى السمنة بتاعتنا وحلاوتها اللي احنا لسه عاملينها. هناخد منها بقى كده نص كوباية وسيحناها في الميكروويف ونزلنا على العجينة بتاعتنا وهنعجنها كويس وهنسيبها بقى تختمر. هنا خلاص كانت اختمرت معايا وطلعت عجينة يعني بتجنن. السمنة وديتها في حتة تانية. شايفين ما شاء الله طرية كده، تحفة بجد. الوصفة هتعجبكم. هنبدأ بقى كده نكور القرص بتاعتنا، يعني ما تكبريش قوي ولا تصغري قوي، يعني يدوب كده كرة متوسطة الحجم ده كده، عشان ما تطلعش مكتومة كده ومش احسن حاجة، فخليها حجم وسط.
هكور معاكم كمان 2 كده. وبعدين بقى هخلص كل الكمية. هكون طبعا مسخنة الفرن بتاعي مسبقا على درجة حرارة 180، ولازم يكون محقق درجة الحرارة. ندخلها على فرن سخن. خلاص انا كده خلصت الكمية بتاعتي. هبدأ بقى افردها كده بايديا بصوابعي كده، وهبططها كده تبطيطة خفيفة. بأطراف صوابعي كده وبططها. بعد بقى ما بنخلص الكمية كلها وبنفردها كده على شكل القرصة، بندخلها الفرن على طول، مش بنسيبها تختمر تاني ولا اي حاجة، على الرف اللي في النص على درجة حرارة 180. هتتحمر معاكي. لو فرنك بيحمر من فوق وتحت خلاص هي كده تمام. هي تقريبا بتاخد 10 دقايق بالكتير قوي، ربع ساعة. لو الفرن بتاعك حمر من تحت بس، فانت شغلي عليها الشواية، وخلي بالك عشان الوش هيتحمر بسرعة لازم تكوني واقفة جنبها، ما تسيبهاش وتروحي في اي حتة. تقريبا الوش تقريبا بياخد من 4 ل5 دقايق تحت الشواية. خلاص كده انا خلصت اول صاج، وهاجي للصينية التانية برضه هبططها كده على السريع وادخلهم الاتنين مع بعض. دي بقى حلوة قوي للمدرسة. هتفتحيها كده وتحط لهم الحشوة بتاعتها. عايزة تحشيها قبل ما تدخليها الفرن ينفع جدا. تحشيها بقى جبنة رومي، تحشي ميكس جبن، اي حاجة تنفع معاكي. خلاص شايفين بقى الجمال والحلاوة. هي كده خلاص طلعت معايا. عايزة اقول لكم هشة قوي 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 من جوه. حاسة انا بضغط على سفنج كده ويرجع معايا، اضغط كده هوا ويطلع معايا. شايفين لسه سخنة، لسه طالعة حالا. اول ما تطلع معاكي عايزاكي تغطيها الاول بفوطة. سيبيها كده متغطية بفوطة عشان تطلع طرية كده وحلوة وما تنشفش منك. غطيها بفوطة وسيبيها وما تشيلهاش على طول من الصينية. انا هنا غطيتها كنت سايباها تقريبا 5 دقايق، وبعدين بقى وريتها لكم. ادي الصاج الاولاني كان خلص قبل الصينية دي، لان انا دخلت الصاج الاول وبعدين الصينية، عشان الصاج دخل على الرف اللي في النص، وانا برضو كنت عايزة ادخل الصينية على الرف اللي في النص. ما تنسيش بقى لو عجبتك الوصفتين تعملي لي لايك وشير، وتعملي لي سبسكرايب لو بتشوفيني على اليوتيوب، وفولو لو بتشوفيني على الفيسبوك. كانت معاكي نرمين سعد، والسلام عليكم.